عسلامة الناس كلهم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم باش نفهموا شنو هو الفريم ورك وانواعه، وكيفاش نختاروا احسن فريم ورك بالنسبه لنا، وشنو هو الفرق بينه وبين اللايبرري، وباش نفهموا البرانسيب دانفيرسيون دو كنترول. الفريم ورك هو مجموعه من لوتي دو بيبليوتيك و دي كونفونسيون اللي يسهلوا الديفلوبمون دابليكاسيون. تعطينا ستركتور ريوتيليزابل تمكن الديفلوبر باش يركز على اللوجيك ميتي مش على الديتاي تكنيك. التيب دو فريمورك، بالنسبة للفريمورك للويب يتقسموا لزوز أنواع. عنا الفريمورك بور الفرونت اند كيما الريلار، فريمورك للباك اند كيما اللارافير والإكسبريس جي اس. بالنسبة للفريمورك موبيل يتقسموا لزوز أنواع زادا. عنا الفريمورك ناتيف للأندرويد نلقاو الجافا والكوتلين، للإي او اس نلقاو سويفت وأوبجيكتيف سي. النوع الثاني الفريمورك كروس بلاتفورم، عنا أكثر شوا نلقاو كيما الرياكت ناتيف بازي على الجافا سكريبت، نلقاو الفلاتر بازي على الدارت، نلقاو من جدد كوتلين ملتي بلاتفورم، ولينكس اللي صنعته شركة تيك توك. عنا الفريمورك فول ستاك، نجمو نخدمو بيهم البارتي فرونت اند والباك اند مع بعضهم كيما الروبي والجانجو. الفريمورك دي تيست كيما جيست، باي تيست و جي يونت. بالنسبة للارشيتكتور متاع الفريمورك تعطينا ستركتور دو باز، هذا يعاوننا باش الكود يكون فاسيل à maintenir، ايفولوتيف و adaptable au changement. طبعا باش نشوفو شنية لافونتاج دو فريمورك، شنية اللي يخليني نستعمل فريمورك. اول حاجة هي لو غان دو طون، تخليني نربح اكثر وقت. سيكوريتي انتجري في اغلب الفريمورك وبالاخص السبرينغ بوت. meilleure organisation de code، reutilisabilité، أغلب الفريمورك يخدموا بمفهوم تكتب الكود مرة برك وتستعملها برشا مرات. مي توا نشوفوا l'inconvénient du framework، peut-être le courbe d'apprentissage parfois élevé و perte de flexibilité، على خاطر انت مقيد بارشيتكتور معينة كما قلنا قبل. dépendance de framework، على خاطر كان خدمت ابليكاسيون بفريمورك معين، حتى كان لو طلعوا برشا تكنولوجي تقع تستحق ديفلوبر للفريمورك هذيك باش تعمل ابديت. تو باش نشوفوا كيفاش نختار الفريمورك. اول حاجه البيزوان دو بروجي، كيما التيب دابليكاسيون اللي نحب نعملها، اسكو هي ويب موبيل والا ابي يعني باك اند. ثاني حاجه لونغاج دوتيليزي، اسكو نحب نخدم بفريمورك بازي على جافا سكريبت، على البايثون، على البي اتش بي وكيك. ثالث حاجه هي الاركيتكتور، اسكو هو بلو ستركتوري كيما الانجولار والجانجو والا بلو فليكسيبل كيما الفلاسك والاكسبريس جي اس. رابع حاجه البرفورمانس اسكابيليتي، هي تختلف سيلون لو تاي دو بروجي. خامس حاجه هي الكوميونيتي اي دوكيومونطاسيون، ماذا بينا كي باش ندخلوا في فريمورك جديد نختاروا كوميونيتي كبيره pour trouver facilement l'erreur متاعنا والا دوكيومونطاسيون اكثر تكون. توا شنو هي البيبليوتيك؟ هي مجموعه من الفونكسيون بريديفيني انت تناداها وقت ما تحب وتخدم بها في الكود متاعك. مثلا انت تحب تزيد انيماسيون للكود متاعك، فتمشي تستعمل البيبليوتيك جي كويري. كما تشوفوا في الكود هوني انت تتحكم في وقتش وكيفاش تستعمل البيبليوتيك. من مميزاتها خفيفة في الحجم على عكس الفريمورك، تنجم تختار شنو تستعمل منها. مي عيوبها انك لازمك تنظم الكود وحدك، على عكس الفريمورك اللي هو منظم وفيه ستركتور واضحة كيما الام في سي والام في في ام وغيره، اللي هو باش يكون ان شاء الله موضوع الحلقة القادمة. الاختلاف هذا هو اللي يوصلنا للبرانسيب دانفونسيون دو كنترول اللي هو الاي او سي. الفريمورك هوني هو اللي يتحكم في الكود متاعنا، هوني نعطيو للفريمورك كامل الصلاحية انه يتحكم في الابليكاسيون كاملة. باهي باش يتحكم بالضبط؟ عنا دو تيب، عنا ليكجيجونس تكنيك والليكجيجونس ميتيي. بالنسبة لي كديفلوبر انا ميهمنيش في الليكجيجونس تكنيك اللي هي السيكوريتي والبرفورمانس واللايف سايكل دو لوبجي، هذوما يتلهي بهم الفريمورك. اني جوست كديفلوبر نكتب اللوجيك ميتيي، اني مسؤول على ليكجيجونس ميتيي.